رايحة فين يا اختي؟ اوعي تكوني رايحة السوق. مالك يا فوزية وشك مخضوض ومكشر كده، هو ايه اللي في السوق خضتين؟ اول ما دخلت السوق لقيت البصل في وشي، قلت حلو بقى هجيب شوية اخزنهم. وبعدين يا اختي ما تقولي حصل ايه؟ يوه ما انا جاية في الكلام اهو، هتبقى انتي والبصل عليا. يحزك، هو عامل فيكي ايه البصل يا اختي؟ بتضحكي؟ اضحكي يا اختي اضحكي، لقيت البصل ب40 جنيه. ها؟ بصل ايه يا ولية اللي ب40 جنيه؟ 40 عفريت لما يركبوكي. ايوان، ما انا قلت زيك كده للست صاحبة البصل. قولي انك بتهزري يا اختي، اعصابي باظت. هتروحي وتشوفي بنفسك. ده الراجل مديني 150 جنيه اجيب خزين البصل للسنة كلها. عيني يا اختي، الحال من بعضه. اكيد التجار مخزنين البصل وعاملين فينا كده. ايوه عشان يرفعوا السعر على الناس الغلابه اللي زينا. عيني عليك يا زغلول، والنبي ما عارفه راح اقول له ايه. اختي سلمها لله واصبري شويه يمكن يرخص. ونعم بالله. مش عايزه اشوفك في سكه تاني، ده انت ولية فقر. ايه ده؟ اخرتها تقولي لي كده يا اختي؟ يلا يا بنتي يا زي رضا نروح نقول لابوك على اللي حصل. في الولية ولسانها الطويل، يكش يا اختي يقلب عليكي. ده انت طلعت مصيبة يا زغلول، عرفت تجمع كل البصل ده. مار انت فاكر ايه؟ انا رحت للتجار والمزارعين اللي اعرفهم واللي معرفهمش. ايوه يا اخويا، ما انت ناصح. مال وجمعت منهم كل البصل ده. طيب وناوي على ايه يا زغليل؟ مش ناوي ابيعه دلوقتي خالص، هخزنه عشان البصل يغلى في السوق. السلام على دماغك. واكسب دهب بقى، اكسب دهب. بس انت لو اتعرفت الشغلانه دي خطر قوي يا صاحبي. انت تخزينك للبضاعه كده بترفع الاسعار. يا عم اسكت وسيبنا استرزق. وانا مالي يا عم، انت حر. اوعى تكون عرفت حد تروح في داهيه. لا طبعا، حتى مراتي ما تعرفش، ده انا حتى بعتها تجيب بصل. اصلها ولية هام، لو عرفت مش بعيد تبلغ عني. ما تشغلني معاك يا زغلول بقى واطلع لي بمصلحه. عينيا هشغلك معايا بقى في السكر. اقول لابوك ايه يا بنتي يا زئردة؟ ده قلبه هينكسر من الاسعار، اكيد هيتصدم يا عين امه. يا ماما هدي نفسك، قوليله ان البصل غالي ويزود الفلوس شويه بسيطه اهي. مالك يا بنتي ما تعقلي وتوزني الكلام كده، هو ايه اللي بسيطه؟ بقولك ب40 جنيه، عارفه يعني ايه ب40 جنيه؟ يعني ابوك ممكن يغمى عليه مننا. هم تجار السوق السودا لموا البصل من السوق عشان يغلى. بقولك ايه، تعالي ندعي عليهم ربنا يجيب اجلهم. عندك حق يا بنتي يا زئردة، يلا ندعي عليهم. ستوب، عايزه تدعي على مين يا ولية؟ يوه، ده انا لو حكيت لك يا زغلول هتدعي معايا. مالك يا ولية، وفين البصل؟ عرفيني سعره. ما هو ده اللي مزعلني يا اخويا، البصل. مالي يا ولية البصل، اخلصي هتوقعي قلبي. هقولك بس اوعى تزعل يا زغلول وتحط في نفسك، كله بيعدي يا اخويا، كله بيعدي. اخلصي. بصل وصل من 10 جنيه ل40 جنيه. صحيح يا ولية، يا حلاوة. الصدمة عملت فيك ازاي؟ خليتك تضحك بدل ما تعيط. نفسك يا زغلول، الولية هتكشف السر. افرح بسر. الصدمة خلتني اضحك. يا ترى هنعمل ايه ونجيب منين؟ بس انا هجيب لك البصل حتى لو هشحت، هجيبهولك من اخر الدنيا. يخليك ليا يا زغلول، بس هتجيبه منين؟ ده غالي قوي، هتعرف تجيب خزين السنة؟ طب هاتلنا بس يكفينا اسبوع ولا 2، يمكن سعره يرخص ولا حاجة. والزغلول هيجيب لك البصل بتاع السنة كلها. مالك يا زغلول، طول عمرك بتخاف على القرش، ايه اللي بدل حالك بقى؟ عايز تجيب البصل ابو 40 جنيه خزين السنة كلها؟ هو انت عارف حد من التجار اللي بيلموا البصل؟ تجاره يا ولية، ما تصطبحي ولا تتمسي، انا بس عايز افرحك وارضيك. مالها بنتك بتبرق لي من الصبح كده ليه؟ تفرحني. ماشي يا زغلول، يعني هتجيب البصل بتاع السنة كلها؟ امال ايه، زغلول قادر ويعملها، واجيب لك بصل سنتين قدام عشانك اعمل لكم اللي انتوا عايزينه. وماله، ربنا يخليك لينا، اجي اشيل معاك البصل بدل ما تشيله لوحدك. تيجي في عين تخليكي مستريحه. انا اشيل واحط واعمل لكم اللي انتوا عايزينه. دي الايام اللي جايه نغنغه. قلتلي نغنغه. طب روح يا اخويا هات البصل عشان تفرحني. هوا يا ام العيال. عجبت لك يا زمن،
ماله زغلول بقى عايز يجيب البصلة ب40 جنيه؟ ده انا كنت خايفة على قلبه من الصدمة. انا حاسة يا ماما ان في سر كبير ورا بابا، ونفس احساسي. وهنعمل ايه عن امك؟ هنفضل وراه لحد ما نعرف الحكاية. انا قلبي مش مطمن. يا رب استرها علينا يا رب. استنونا الحلقة الجاية لما نشوف ابو الزغاليل حكايته ايه.